بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل حلويات هندي بطريقه سهله وبسيطه قوي وطعمها جميل جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم، بمكونات متوفره في كل بيت، سهله انك تعمليها. ونروح ونشوف الطريقه. اول حاجه هنا هنعملها الشربات، هو عباره عن كوبايه سكر مع كوبايه ميه ونص ليمونه، وبنحطهم على النار لغايه ما بيبقى معانا الشربات بالشكل ده، ولا هو خفيف ولا بيبقى تقيل، بيكون بالشكل ده كده. عندنا هنا كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره من النشا، وذره ملح، وهنا ميه، وربع معلقه من الزعفران. اول حاجه بنضيف المكونات الجافه كلها مع بعض، الدقيق والبيكنج باودر والنشا والملح، بنضيفهم مع بعض بالشكل ده كده. بنضيف الزعفران وبنقلبهم كويس قوي كده. بعد كده بنبدأ نضيف المية بالتدريج، وبنقلب العجينة بالشكل ده لغاية ما بتتكون معانا عجينة، ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة، تكون العجينة معانا بالشكل ده كده. ده شكل العجينة بتاعتنا. بعد كده بنضيف العجينة. انا هنا عندي علبة كاتشب فاضية حطيت فيها العجينة، ممكن تستخدمي كيس الحلواني او اي كيس عادي، وبنبدأ نقفلها كويس قوي بالشكل ده كده. احنا كده خلصنا العجينة معانا، وهنشوف بقية الطريقة بس بعد الفاصل. علشان تضمني وصول اشعارات ليكي بكل الفيديوهات اللي بعملها بعد الضغط على كلمة اشتراك، فعلي الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، هتظهر لك رسالة علمي عليها ودوسي حفظ. عندنا هنا طاسة على النار، بنحط فيها زيت كتير بالشكل ده كده، وبنسيبها لما تسخن. بعد كده بنهدي عليها النار، بنخليها وسط. بنبتدي نجيب العجينة وبنعملها بالشكل ده كده. بنلف العجينة معانا بالشكل ده كده. وده شكل الحلويات بتاعتنا الهندي. وبعد كده بنسيبها لغاية ما بتستوي، بنقلبها على الناحية التانية تبقى معانا مقرمشة وجميلة. بعد كده بنطلعها من الزيت، بنصفيها من الزيت بتاعها بالشكل ده، وبنحطها في الشربات. بعد كده بنطلعها من الشربات على طول، بنحطها في مصفى لغاية ما نصفيها من الشربات بتاعها بالشكل ده كده. وده شكل الحلويات بتاعتنا، خلصناها وبتتقدم بألف هنا. باقي الفيديوهات الموجودة على قناتي في اليوتيوب كلها وصفات سهلة وبسيطة ولذيذة وغير مكلفة، ممكن تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة في مطبخك. وانتظروني في الفيديو القادم بإذن الله.